انا بعمل التيك توك دي مخصوص لطنط نادية السيد. هي كتبت لي كومنت: طنط نادية انا نفسي اكل فشار ومش عارفه. فشار بصي مرسوم عليه مرسوم عليه فشار. حوالي حضرتك برضه المشكله اللي بواجهها كل مره بلاقيه بالشكل ده بايظ. بصي اكنه اتجفف. انا مش عارفه مش اللي في البيت. يا ماما بس 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 يا حبيبتي، بس ضغطي ما يتحملش اكتر من كده. انا كبرت وبقيت صاحبة عيا مرارتي. اول حاجة ده لسه مش فشار، ده مش بوب كورن، ده كورن يعني ذرة لسه هنفشره، لسه ما اكتملش نموه، لسه بيبي هيكبر ويبقى فشار بعد شوية. نحط الزيت، فشار. المفروض كمية الزيت تكون مش قليلة على فكرة. لو هتحط كوباية فشار يبقى ربع كوباية زيت تقريبا. أول ما يبتدي يفرقع كده بقى إيه، بنهدي النار في النص، نديله تقليبة كده أهو. فشار ده ولا مش فشار؟ فشار أهو، فشار. نحط بقى الملح آخر حاجة كده. الملح، انا بحب فشار الجبنه فانا هحط الناتشو تشيز باودر. دي سيزنينج مخصوص للبوب كورن بتتباع، يعني بودره جبنه بنحطها على البوب كورن بيبقى زي الجاهز بالظبط، زي اللي بتاكلوه في السينما بالظبط. لا ده انا بعمل فشار. عادي بعمل فشار، بعمل وصفه فشار طلبت مني عادي، المتابعين طالبينها. تركزش ما تركزش، جربوه وقولي رايكم فيه.